الحلاج، من هو الحلاج؟ الحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج، أبو المغيث، فيلسوف يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد، تارة في زمرة الملحدين، أصلا من بيضاء فارس، منشئة بوسط العراق أو بدست، نعم، منتقلة إلى البصرة. سمي الحلاج يقولون أنه كان يحلج أو يعني كان يمتهن الصوف. وهذا الحلاج صراحة، المعلومات التي علمت يعني ما كنت يعني ما وصلتني أنه كان متعبد وزاهد، كان يصلي 400 ركعة، وكان شخصية يعني مشهورة الصوفية. والصوفية معروفين أن لهم كلام يعني سطحي وباطني، يعني كلامهم يجب أن يعني لا يفهموا تقريبا إلا أصحاب تلك الجلسة وتلك المحاضرة العالم. التكفير وأن هذا الشخص كافر أو زنديق أو العالم، فأمر صعب يعني العالم ليس لي العلم أو ما يمكنني من هذا الشخص. وشكرا، ودائما نبدأ كتكم الكورشات وكل واحد يكون يتحدث.